الو. ادهم بيه، اخبار سيادتك ايه؟ تمام الحمد لله. انا عندي اخبار كويسه قوي ليك. انا الحمد لله قدرت اتصرف في حكايه الحكم القديم دي، وتقدر تستلم التركه بتاعتك. والله ده كلام جميل جدا جدا. طيب اكلمك بالليل بقى عشان اقول لك هنتقابل فين وامتى. ان شاء الله، بس انا كان ليا طلب بعد اذنك. اتفضل. في جزء في التركه كنت عايز اعينه. يا باشا ده حقك وملكك ومش محتاج استئذان. ها، ايه رايك؟ شايف ابنك وصل لايه؟ نصيبك ومكتوب لك يا ابني، مالكش يد فيه. ولو كنت خيرتني كنت اتمنى ان سليم اخوك يكون عايش وتتلموا مع بعض، بدل ما انا شايفاك فرحان في موته بالشكل ده. ريان، انا مش عارف نقول لك ايه. نقول لك مبروك ولا البقاء لله؟ مبروك طبعا. يعني انت يا امي مش فرحانه عشاني؟ افرح لما الاقيك انت اللي تعبت وعملت كل ده بمجهودك. من حياتي اطمني. انا مش عارف انت هتعمل ايه بالبيت الكبير ده كله. ما تبيعه، بيعه وخد لك شقه 3 اوض في حته نظيفه وخلاص. لا، ما انا مش هلاقي انضف من هنا، وبعدين انا مش عايش هنا لوحدي. انا عايزك انت وخالي تعيشوا معايا. افتكرتك بتقول انك هتتجوز وتجيب عروستك هنا. لا، جواز ايه؟ مش وقته الكلام ده. بس احنا مش هنسيبه بيتنا ونجي هنا. ما هو ده بيتنا يا خالي. يا خالي فهمني، انا عايزك تحلم، عايزك تتخيل كده انك مره صحيت من النوم لقيت نفسك بدل ما انت في شقه اسكندريه قاعد في القصر ده كله. بس انا مش ساحر زيك يا ادهم. تصدق وتؤمن بالله، لا اله الا الله. انا لو صحيت في مره لقيت نفسي عايش في مكان زي ده، صدقني هبيعه وارجع اشتري شقتي اللي في اسكندريه اعيش فيها تاني. احنا كل اللي يهمنا يا ابني ان احنا نطمن عليكم بس. اقعدوا جنبي تطمنوا عليا واطمن عليكم. مساء الخير. مساء الخير. بقاء لله. هو حضرتك سارة المهدي بنت عم سليم. البقاء لله يا بنتي. انا رباب والدة ادهم، واخو المرحوم سليم الله يرحمه. الاستاذ سيد يبقى خال ادهم ابني. حضرتك براحتك، احنا كنا كده كده ماشيين دلوقتي. لا، انا بس كنت جايه اجيب شويه حاجات سايباها هنا، بعد اذن حضرتك. يا خبر ابيض، الفيلا كلها تحت امرك وتقدري تيجي في اي وقت عادي يعني. ما اعتقدش بعد موت سليم هقدر اجي تاني. مين عارف. منور يا خالي. ده نورك يا ادهم. طب اتفضلوا افرجكوا على باقي الفيلا. ها؟